السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. النهاردة طبعا في فطار النهاردة، والعزومة بتاعتنا هتبقى على محاشي. المحاشي بتاعتنا هيبقى فيها محشي كرنب وبتنجان وكوسة وفلفل أخضر وفلفل ألوان، وبقية المكونات بتاعتنا بصل وفلفل أسود وكمون وكزبرة ناشفة وبابريكا، وطبعا الملح بتاعنا. هنبتدي الاول نسلق الورق الكرنب او نسلق الكرنب. نبتدي نلف لفه كده بالسكينه بتاعتنا زي الفل. ده نركنه على جنب كده، والنار بتاعتنا طبعا الميه بتاعتنا كانت بتغلي، وطبعا الكرنب ما بياخدش وقت، وبما ان الكرنبايه اكبر من الحله هنبتدي ناخد واحدتين كده 3 نحطهم. الميه بتاعت الكرنب يا ريت سنه ملح صغيرين كده، كمان سنه كمون برضو صغيره، ونيجي ندخل بالورقه كده. طبعا بنسلتها بشويش كده عشان الورقه ما تتقطعش، وانتوا عارفين ان ورق الكرنب ما بياخدش وقت. اول ما بس لونه يغير شويه نرفعه على طول، لان المفروض ان الورق ما يتسلقش كتير عشان ما يتهريش وفي الاخر ما نعرفش نلفه. فدي كفايه قوي عليها كده. وعلى فكره هي السخونيه دي بتكمل تسويه عليها كمان. هنجيب حاجه واسعه كده ونحط عليها الورق اللي اتسلق. هنركن الكرنب على جنب شويه على بال ما نعمل الخلطه. والخلطه بتاعتنا نعملها في الحله ديت. طبعا المحشي بيحب الزيت كتير. نحط كده قد نص كوبايه زيت وحته زبده بلدي كده حلوه، وكمان دي دهنه بتاعه ليه خروف مسيحه بتخلي المحشي في حته تانية خالص. السمنه كده ساحت وزي الفل. نحط 3 بصلات متوسطين. طبعا انتوا عارفين ان المحشي بيحب الزيت، عشان كده حطينا كميه زيت كويسه، ولو احتاجنا كمان زيت ممكن نحط زيت واحنا شغالين. البصله كده ابتدت تدبل. احنا بس في اللي ما بيحبش توم على المحشي، واحنا هنحط فصين صغيرين. في اللي ما بيحبش توم وفي اللي بيفضل التوم. انا بحب يعني ايه فصين صغيرين كده على الخلطه بتاعتنا. البصله بس تبقى ذهبي كده، واحنا مجهزين عصير 1.5 كيلو طماطم. اول ما البصله تبقى ذهبي هنحطه ونسبك الطماطم، بس البصله تحمر شويه كده زي الفل. هنبتدي بقى نحط عصير الطماطم. وهنحط كده باكتين معجون طماطم كده زي الفل. دول يعني قد 3 معالق معجون طماطم. بما اننا حطينا معجون طماطم وطماطم عصير، يبقى لازم نحط قد نص معلقه سكر كده. وبعدين التوابل بتاعتنا بفضل الكمون احطه في الاخر عشان ما يمررش يعني. فنحط الفلفل الاسود، معلقه كزبره ناشفه، وبعدين معلقه بابريكا، وكده حلو قوي وزي الفل. وقد معلقه برضو ملح لان الكميه عندنا كبيره شويه. واول ما تسبك هنكمل مع بعض الخلطه بتاعتنا. كده الصلصه اتسبكت وبقت زي الفل. بنعرفها اتسبكت ازاي، بتفصل الدهون وتطلع على الوش كده كده زي الفل. نركن الصلصه على جنب شويه تبرد شويه. وفي هنا حاجه مهمه قوي، ده الرز بتاعنا.
يستحسن ان انا ما احطش الرز على الصلصه مباشره دلوقتي لما تبرد شويه، وقبل ونخلط معاه الخضره بتاعتنا. نخلط معاه الخضره بتاعتنا عشان ما نهدش اللون بتاع الصلصه، وبعدين في الاخر نخلطهم الاتنين مع بعض، لان الرز لونه ابيض جامد، فبنعادل كده اللون مع بعضه عشان ما يهدش لون الصلصه او ياخد منه. كده قلبنا الرز بتاعنا مع الخضره بتاعتنا، وهنهدى على الصلصه بس يعني نقول ربع ساعه بالكتير على بال ما تبرد شويه، ونكمل بعدين. وبعد ما الصلصه بتاعتنا بردت نبتدي نخلطها على الرز. ونظبط الملح بتاعنا، ونبقى جاهزين ان احنا نحشي الكرنب بتاعنا، ونحشي كل حاجة عندنا، كوسة وبتنجان وفلفل اخضر وفلفل الوان. نجيب الكرنب بتاعنا وناخد كده وحداية، وناخد العرق التخين ده وعلى قد مقاس اللي احنا نفضله نبتدي نظبط الورق. نشيل طبعا العرق التخين، وكده حجم كويس. معانا كده الورقة بتاعت الكرنب، نحط كمية مش كتيرة عشان ما نخليهاش توصل لحرف المحشية زي كده بالظبط. الحجم ده حلو ومناسب. بالنسبة للكوسة بنحشي الكوسة عادي زي ما احنا متعودين، ما نكبسهاش زيادة عن اللزوم، ونسيب حوالي نص سنتي في اول الكوساية عشان الرز كده كده هيتمدد معانا. بالظبط زي كده. ونفس الكلام في البتنجان، برضو بنحشي البتنجان وبرضو ما نكبسش قوي. ونسيب زي نص سنتي كده قبل ما نقفل البتنجانية عشان الرز يتمدد، يلاقي مساحة يتمدد فيها. طبعا هلف وعبي الكوسة والبتنجان واسوي وارجع لكم. وبعد ما المحشي استوى معانا على النار وكمان في الفرن استوت الكوسة والبتنجان والفلفل، دلوقتي جاء الدور ان احنا نغرف الحاجة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ايه الحلاوة دي، اللهم صل على النبي، حاجة زي الفل ولا في الخيال. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين بما ان دي عزومة اصلا، يبقى احنا لازم نعمل معاهم فرختين حلوين كده. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وزي ما انتوا شايفين دي عزومة معظم المصريين في اول يوم في رمضان. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي. حاجة جميلة جدا، محشي كرنب وكوسة وفلفل الوان وفلفل اخضر
كمان معانا فرختين حلوين. وطبعا رمضان بيحب الاضافات، ممكن تعملوا اضافات كتيره قوي، ممكن تعملوا جلاش، ممكن بالاضافه للشرب كمان، وممكن تعملوا طبعا رز بالخلطه وكل ده هتلاقوه ان شاء الله في القناه بتاعتنا. يا ريت تزورونا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. وما تنسوش تعملوا لنا فولو على الانستجرام والفيسبوك. وكمان سلام.